هلو هلو، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جماعة. انا قررت اجرب الاسمنت والجبس. تعالوا نشوف التجربة دي مع بعض. ده الاسمنت وده الجبس. وعلشان تعرفوا تفرقوا ما بينهم، الجبس بيكون عامل زي بالظبط الدقيق، والاسمنت بيكون عامل زي بالظبط النشا. هنحتاج كوباية عشان نعير بيها المقدار اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. هكمل الكوباية دي للآخر. وكمان هعمل كوباية تانية وهقول لكم ليه كمان شوية. عملت كوبايتين، وبصوا بقى الأسمنت هيكون معياره ايه. بصوا على كل كوباية هنحط معلقة واحدة من الأسمنت. بصوا يا جماعة، هو أنا بجرب وهنشوف النتيجة مع بعض، ولو طلعت تمام يبقى المعايير دي كويسة. على كل كوباية أنا حطيت معلقة واحدة أسمنت، ومع الكوبايتين دول هنحتاج كوباية مية من نفس الكوباية. هجيب علبة مش محتاجاها، زي العلبة دي كانت عندي أنا مش محتاجاها. هضيف المية الأول بالشكل ده كده. وده مضرب برضو ما كنتش محتاجاه، بايظ يعني، فقلت اجربه في الكونكريت برضو. هبدأ اضيف الخليط بالتدريج زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، واحدة واحدة. اول ما تخلص الكوباية الاولانية هقلبها تمام، وهبدأ اضيف التانية. وفي التانية بقى هنخلي بالنا كويس جدا، علشان احنا محتاجين قوام معين من الخليط علشان نبدأ صب. هبدأ برضو بالتدريج كده واحدة واحدة لحد ما اشوف القوام اللي انا محتاجاه علشان ابدأ اصب. احنا محتاجين قوام شبه البانكيك كده بالظبط. وبنبدأ نضيف واحدة واحدة لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه زي ما قلت لكم. بصوا بالظبط زي كده. هنبدأ بقى نصب. هنجيب القوالب بتاعتنا ونجيب كحول، ونحط كحول في القوالب قبل ما نصب، ونبدأ نصب الخليط زي ما انتوا شايفين كده. مش هصب القالب للآخر، والحبة اللي انا هحطهم هبدأ اعمل بالظبط زي ما انتوا شايفيني بعمل كده بالظبط. ده علشان نتفادى اي بابلز في القطعة، وكمان عشان نضمن ان الخليط وصل لكل حتة في القالب. وافضل اعمل فايبريشن كده للقالب علشان اوزع الخليط، وكمان علشان لو في اي بابلز تطلع. بصوا انا صبيت القالبين دول وفاضوا شوية دول، كمية مناسبة جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك، وبس كده، باي.